بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب لهداية المستهزئ وتحدي المرتاب، وصلاة ربي وسلامه على النبي العبد السيد الأواب وعلى أصحابه وآله الأنجاب اقتفى ترى مستنى بهداهم إلى يوم المآب. نتابع حديثنا عن خاتمة الفصول وما اتصل بها من معاني الوصول أدبا في المقام. وقلنا بأن للكتاب أسامي الإعلام منها في الأشهر القرآن، ثم الكتاب، ثم الفرقان، ثم الذكر، ولحق بها الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي في هذا الكتاب، وكلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو في محل القرآن، تسمع القرآن كلام الله. ومن التنزيل تنزيل كتاب من الله، يضاف الكتاب حين ويجي غير مضاف للكتاب. تنزيل من العزيز الحكيم، كتاب حكيم. وباقي قلنا الأسامي كالهدى، هذا هدى، هذا بصائر، إشارة إلى الكتاب، إلى ما جاء به. بصائر، شفاء، شفاء، الرحمة، هذه كلها في الحقيقة صفات تكشف عن حول القرآن وما يوصف به في جوانب متعددة، وأهمها أحيانا تضعف القرآن من خصائصه في البيان الإحكام والتفصيل. والإحكام نوع من الإجمال الغاية في التركيز إلى حد الإعجاز. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التفصيل إفاضة وبسط، والإحكام طي بشرطه، طي إيجازي بغاية الشرط. فلذلك هذه الصفات أحيانا تطوى وأحيانا تنشر بحسب المقام. حين يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء لدفع العلل ورحمة لجلب الحلل. الإنسان في أشياء ينبغي أن يتخلص منها، وأشياء أخرى ينبغي أن يتخصص بها، لا بد له من أشياء تجتنب وأشياء تجتلب، في أشياء تمتثل وأشياء تعتزل. ففي القرآن ما يعالج الجانبين، في شفائية لعلل دخلت الروح والنفس، وقل أحيانا ويجيء منها ما هو شفاء أيضا، وهو من خصائص الكتاب، شفاء للعلل الظاهرة، تعودات النبي صلى الله عليه وسلم من الأوجاع الظاهرة بالتعود. اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة في اللغة كل ما يدب ويتحرك، رأيته ولم تره، فيدخل في إحجاد المهووس الموسوس به المسمى فيروس كورونا، ده يدخل دابة لا تراه، فتتعوذ الله بالذي يدب إليك أو يدب منك إلى غيرك. وهذه الأشياء من المنتقلات والمحتضنات والتي تبحث عن أشياء قد تدق عن رؤيا الناس وتكون بابا لألوان من الفتح العلمي، والباب مشروع. ما يقولش أنتم ضد العلم أبدا، ولكن لا نذهب معه إلى حد الهوس والوسوسة. فوض لله فيما لا تعلم، وخذ بالحكمة فيما تعلم، لأن ترك السنن مخالف للحكمة، والله حكيم. وترك التوكل يفتح باب الفتنة عليك فيما لا تدري، وباب التحير، وباب فساد الاعتقاد. الإنسان خوفه هوانا ويجي ينام وانت ما عارف والو. قال أهل العلم التوكل على من له الكل. شكون هو؟ كلية الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، ماذا بقي بعدهما؟ الخلق إيجاد، والأمر تدبير الموجد، تدبير الموجد إلى غايته ونهايته، فذا وراءه، هذا له الكل. فإذا انتهت الأسباب سنة وحكمة
التأويل تفويضا على مسبب الأسباب ورب الأرباب، هذه عقيدة إيمان، التجاء إلى الركن الأركن في باب الاعتقاد. رجعونا سيدي، أسماء القرآن مفاتيح الفهم فيه ونوافذ للاطلاع على الكنز المسمى وحيا، وحي كمال، وحيا جاء لترقيتنا، تخليصنا مما يضاد الكمال فينا وشيئتنا للجوار، خلودا في النعيم الأرقى. متصورش هذه الأشياء بتصورات مادية بسيطة. القرآن، تسمية القرآن بهذه الأسماء المختلفة كل منها تنويه بجانب. هذا الكتاب الوحي حق بأن يقرأ وحق بأن يدون ويكتب. ليش؟ لأنه من جهة فرقان، والفرقانية غاية البيان والتمييز في موارد الوهم والاشتباه. هو أيضا من حيث المعنى ذكر، قوت روح، ريو القلب ذكر الله، فكأنه ذكر غذاء للروح، وفرقان غذاء للوعي والفكر فيه، فكان اسمه بالمضامين المنورة المطهرة. إشارة إلى صورته في الوعي حفظا قرآن أو في اللسان قرآن، وإلى صورته في الكتاب. فلذلك نقول في القرآن هو الوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المقروء بالألسنة، المحفوظ في الصدور، المسطور في الكتاب، الذي جاء لثلاثة أمور وهي المقاصد، وبها عرفت العناوين المسماة أعلاما وأسامية. هذه المقاصد مازال للتهدي، معنى التهدي هو هداية الناس على مراحل. تهدى لا أن يهدي إلا أن يهدى كما في القرآن. تهدي الاهتداء على مراحل، لأن التفاعل يدل على الارتقاء درجة درجة. لهذا جاء الكتاب كونوا ربانين بما كنتم تعلمون وتعلمون. جاء للتهدي هذا مقام إصلاح النفوس الأفراد، إصلاح أوضاع الجماعة، إصلاح نظم الأمم، وكلها مراقل في الاهتداء. وجاء للتحدي تحدي المستريب والمتحير والمنكر أيضا، والتحدي هنا مراد بقيادته بالدليل إلى أن يدعن. ولذلك تعددت وجوه أبواب الإعجاز والتحدي تعددت، فهي للفصاحة بلاغته، وللعلم حديثه عن العلم في عناوين لا تخالف من تأتي لمعرفة، بل تفتح الباب للمجيد. سنريهم آياتنا. والآن لست بصدد الحديث عن عناوين المفاتيح للعلوم الكبرى حتى اليوم، علوم مادية كبرى، سواء في الحساب ولا الرياضيات ولا ما فوق الفلك، ولا حديث عن مقاييس الكون، ولا عن الأنواء والأنوار. إشارة إلى أن صاحب هذا الكلام هو خالق هذا الكون، والمتحدث عن هذا الإنسان في أغوار نفسه هو الذي خلق هذه النفس من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له. ثم هو كما سمعنا فرقان، في إشارة إلى صورته الأولى في التنزيل، نزل مفرقا، وهذه اغفلها بعضهم ليتهم منهم سيدنا. يعني سيدنا أن فرقان نزل وقرآنا فارقناه لتقرأه، لأن في فرقانيته تنبيه على معاني تربية. القرآن نزل حسب الوقائع، حسب الأحداث والوقائع، وجمع بحسب أسرار الجوامع والبدائع، فلهذا محله ولهذا حله، سببه المسوغ له. نزل بحسب الوقائع ورتب بحسب المعاني الجوامع،
توقف من رسول الله في الآية اتفاقا وفي الصور إلحاقا، هو مسمى بإجماع الصحابة في المكتوب ولا مخالف. إذن صورته الخطية وصورته النطقية أشار إلى صورته في التنزيل كيف نزل، وصورته في المعنى ذكر مذكر، ذكر بآيات الله تعلقت بالأحكام، بآياته تعلقت بالأكوان أو بالإعلام أنباء الغيب، كانت في عالم النفس مثل بالغيب القائم والوجود الدائم، يعني الدائم مستمر المضطرج إلى أن يشاء الله نهايته، والغيب الآتي كان غيبا أخرويا أم غيبا في الوجود. القرآن يتحدث عن هذه الأشياء وكلها بطبع الصدق والعدل، صدق المضمون أو المضامين وعدل العناوين والمواجين. موازين أحكام النظم، والعناوين ما يسمى بالنظم الأسلوبي، لأنه عنوان بداعة الكتاب، عنوان بداعة الكتاب وخصوصيته. أسماء تشير إلى مستويات أو جوانب من الكتاب ينبغي العناية بها، يعتني بحفظ هذه الصور الثلاث. لابد من معرفة سبب النزول له فرقانا، لأن معرفة السبب تعين على فهم المسبب مرتبة عليه، ولذلك هذه من استمدادات علم التفسير، ما يحتاج للمفسر يقف على أسباب التنزيل. والأسباب عندنا قسمان: أسباب خاصة، وهذه المسمات في المصطلح بأسباب النزول، كالآيات التي نزلت في خصوص أمور بعينها، جوابا عن سؤال حصل أو عن واقع عقب حادث حدث، عقب سورة الأحزاب، عقب سورة بدر أو أحد، التي نزلت في سؤال قد سمع الله قولت تجادلك خولة بنت ثعلبة إلى أسباب نزول خاصة. وأسباب نزول عامة وهي الحاجة إلى هذا التنزيل، وهو الحاجة إلى البعثة. البعثة كانت عن حاجة، ما كان الله ليبعث محمد في الزمن المعين دون حاجة إليه أبدا، وما كان لينزل آيات بعينها ولو لم يكن لها سبب خاص دون سبب عام. ولذلك احتاج طالب المعاني للقرآن وطالب تفسيره أن يقف على أخبار العرب الذين نزل فيهم القرآن أولا، حين يسمعوا أنه هو رب الشعراء، والشعراء اليوم نجم معروف ومعروف وله أسماء مختلفة في اللغات، ونجم له شأن. وكالعرب لأن كانت عند من علومهم علم الأنواع، أصحاب تسمع الجاهلية أن لم يكن لهم علم مطلقا، لا بجل، لهم علوم على جانب، كما يقول الناس اليوم ارتقت العلوم المادية ولكن تدنت العلوم النفسية والإنسانية والتدينية. فإنسان بالغ في علوم المدنية ولكنه ساقط أخلاقا ودينا، وهذا عرف حتى في عباقرة. قالوا كان نابليون كان عبقريا في الحرب ولكن دنيئا في جوانب أخرى، وعرفوا بها. ولذلك قالوا الفرق بين العبقرية والنبوءة أن العبقرية امتداد في ملكة في موهبة، بينما النبوءة امتداد في كل المواهب على نحو متوازن، يجعل هذا المخصوص بهذا اللون من الوان الامتدادات في الكمالات مخصوص بفضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا الله أعلم حيث مكان المناسب لإنزال الوحي. إذن عندنا هذه أسماء القرآن أسماء ذات معاني ترشد إلى جوانب ينبغي أن يحفظ القرآن فيها، فيجود نطقه ويحفظ عن النحو الذي وصلنا بالترتيب الذي انتهى إليه الصور 114. هذا هو الرجع عندنا بالترتيب الذي وصلنا قرآنا متلوا. ولذلك
الحمد لله إلى اليوم لا يزال الإسناد النطقي والأدائي القرآن، إسناد أدائي. يعني يمكن الإنسان يزعم يقول الحمد لله يعني في الجملة هكذا القرآن كان يقرأ في الجملة، لا ينبغي أن ندعي ذلك في كل جزئية طول الزمن. نقول لا نقول القاف لم يكن ينطق قافا مستعليا، فلذلك ضبط علم الأصوات وعلم الحركات وعلم الموازين كل هذه، وعلم الإيقاعات كل هذه الألوان، وعلم الفواصل كل هذه الأشياء خدم. علوم تخدم القراءة، وعلوم تخدم الرسم والكتاب بسبب علوم المصحف إلى ما سبق أن هناك عليه من جزئة وغيرها، وعلوم تخدم الفرقانية منها ما يرجع لسبب التسجيل التي سبقت، ومنها ما يرجع لفرقانيته معنى والتي خدمت أحكامه وبيانه ومجازه ولغته استعمالاته إلى آخره. وضبطت غريبة، يعني لا يمكن أن تدرك الفرقان وأنت لا تعرف الفرق بين كلمة وكلمة، بين خلق وجعل، وهما متخالفان لا تعرف أن لها فرقا، قد تساويها وقد تزيد عليها وقد تنقص، فيكون خلق في الإيجاد الذات وجعل في تخصيص الذات بوصف. خلق السماوات والأرض هذا إيجاد، وجعل الظلمات لأن الظلمات النور نتجت عن ذوات خلقت قبلها. بالك فأحيانا هذه الأشياء لا يمكن أن تصل إلى فرقانيتها إدراك الفرق فيها إلا وأنت مدرك لعلوم كثيرة تخدم فرقانية الكتاب، وهي علم الغريب وعلم البلاغة والنظم وعلم الأسرار، أسرار التراكيب والعطف التي قيل فيها هي البلاغة. قال فيها أحدهم ما البلاغة؟ قال العطف الفصل والوصل. كيف وصلت هذه الآية بهذه الآية؟ والذكر ولغة الله، علوم التي تخدم الذكر. تعلمون هذه كلمة الذكر تتخص بالمعارف التي تخاطب الباطن، فؤاد، المواعظ، الرقائق، هذه أخص بوصف الذكر من مطلق الذكر. فالعناية بها علوم الذكر، علوم الرقائق في تسمية السني علم القوم، علوم القوم، سميها علم السلوك، سميها الأخلاق، سميها التصوف، العلم بشرطه في هذا الموضوع علم الذكر. ولذلك سيدنا الشاطبي لما أراد أن يتحدث عن التكبير عند بعض القراء كابن كثير من الرواية أو من أحدها، أو عند بعضهم التكبير يسمى بالتكبير العام عند كل القراء كما هو الشأن ابن الجزائري رحمه الله، قدم له بحديث عن الذكر، لأن التكبير ذكر مذكر باش بالله، الله أكبر، تذكير بأكبرية الله المطلقة التي لا تحاجيها عظمة لا تدنو منها، وتخصصه بالأكبرية شأنا وفعلا وجاتا وكمالا وجمالا، يجعل المعتقد يرى كل شيء دونه صغيرا، وبهذا يحس بالمجد ويراه ملجأ ومأمنا وملاذا، فهو بهذا الاعتقاد قوي وبه مستنج ومنه مستمد، وهذا دور العقيدة في تقوية شخصية المؤمن وضم الجماعة إلى هذا الرحاب القوي الآمن. ذكر تسبيح أو تهليل أو كذا، وذكر صفات الله وأسمائه أعظم آية سيدة القرآن، الله لا إله إلا هو الحي، الحياة كمال الذات، القيوم، القيومية كمال الفعل الذي الكل قائم به ومستند إليه مددا، إذن الكامل المكمل الله. أعظم آية الكتاب تتحدث عن أعظم معلوم بأجل علم، وهو الحديث عن كمالات الذات العالية. ذكر حين ننتقل اسم الوحي عندما نسماه به. الوحي هو صورة الإلقاء، صورة التلقي، وهذه أيضا تشترك مع القرآن، وغفلت التنبيه عليها. القرآن تلقي سماعا، فإذا قرأناه أي عليك فاتبع قرآنه، قرأناه بواسطة جبريل عليك
فيما كان جبريل واسطة فيه، وقرأناه عليك مباشرة فيما كان مباشرا. والله تبارك وتعالى في سورة حاميم، إحدى السور الحواميم وهي حاميم الوسطى، سورة الشورى، فيه صور الوحي، وما كان البشر أن يكلمه الله، صور التكليم، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، بواسطة الملك أو بسماع دون رؤية أو بوحي إلهام أو كلام دون حاجة إلى شيء من ذلك. أنه لا يشترط في الوحي أن يكون لغة كلاما بالنسبة لله. يسبق لكم الله يكلم الكل، يكلم السماء والأرض، قال لها وللأرض ائتيا طبعا قالتا سمعتا بغير أذن ولا وقالتا، وهذا ولا شيء نقول أنا ضغط إن هذه استجابة دلالية على حاجة قولي المفسرين بالسماع، ويمشي الله يسبح بحمده. والتسبيح فرع المعرفة، كيف تسبح وأنت لا تعرف لا تعرف؟ ويسبح بالحمد، يسبح تنزيه ويحمد بهذا التسبيح وصف كمال، فهذا عنوانان للمعرفة العالية. وإلا يسجد، والسجود خضوع عن علم وعرفان وليس معنى، فالكون إذن مسبح ساجد، والتسبيح معرفة، والسجود انقياد وخضوع، وهذان فرعان عن الإدراك، وهذه حقائق ينبغي أن نسلمها، ولا نغفل أن فيها أيضا تسبيح عندها، وهي من قسمها ما يسمى بالمعرف بالدلالة أو العارف بالدلالة، لا تسبحه عنده ويطلق على المجاز، نجوز هذا لا نمنعه، لكن إطلاقه على الحقيقة أظهر، ولا مانع من جهة القدرة، لأن قدرة الله صالحة لهذه الأشياء. وقد جاءت بعض المعجزات كاشفة عن هذه الحقائق، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم حجرا يسلم عليه بالنبوءة قبل البعثة، يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا كشف عن هذه الأمر. وسبح الحصى وسبح الطعام بكفيه، هذه نماذج الحديث عن هذه الحقيقة التي سترت عنا. وكلمه البعير، شكا إليه صاحبه الذي يدئبه ويحمله على الشاق، فشكا إلى رسول الله، ثم بعد أن كلم النبي صاحبه عاد الجمل فسجد أو خضع بين يدي رسول الله اعترافا كأنه فهم أن رسول الله ما صنع. فليس الذي علم منطق الطير والدواب وسليمان وداوود، إنما هو إذا الخاتم، لأنه لا يمكن أن لا يكون للخاتم الأكمل الأتم أن لا يكون له ما كان لمن هو دونه، على ما ثبت في مراتب الأنبياء. تلك الرسل فضلنا رتبنا فضلنا تلك الرسل كلهم كلهم أولئك بإشارة البعيد للمكانة، ولكنهم مراتب، حتى من يمكن أن نقوله يعني بالقياس أدنى هو أعلى في نفسه، أعلى في نفسه. سميته بالوحي، هو الوحي في اللغة هو الإفهام بسرعة وخفاء. شوف هذه نقلت إليه المراد مما تريده من كلامك، بالسرعة، بأقصى أنواع السرعة وعلى وجه الخفاء حيث لا يدركه غيره. قال هذا أوحى، ومنه الوحى أي السرعة. فأوحى إليهم تفسرت، رمز إليه، أشار إليهم إشارة مفهمة بغاية السرعة، لا تحتاج إلى نطق ولا إلى زمن للفهم. انتهينا. لاحظتوا أنا شوية شيء جعلنا نشم شوية مش حاجة من هذا الغيب، لا سمى وحيا. ولذلك من اسماء الوحي الغيب، عالم الغيب أي الوحي، فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لإنزال الغيب. والوحي مرادنا بالغيب الوحي. ومنه استوحى سيدنا الرازي فخر تسمية التفسير بقوله مفاتيح الغيب أي مفاتيح الوحي. أسمعنا بأن سعد الرازي هذا ولا شيء بلغ في علوم العقلية كذا كذا، ثم أطلق على تفسيره مفاتيح، ما كان يملك مفاتيح الغيب، لا مفاتيح الفهم في القرآن. الكلمة
الناس ملتزمون بالنص مرتبطون به، هذو أئمتنا. هذا القرآن صاحب هذه الأسامي المنبه عليها بهذه المعاني. فصوله خصص باسم هي كما سمى كله، كما خص كله أو بإطلاق كله وجزءه بالقرآن. خصص فصوله باسم السور، فصوله كل فصل اسمه. وهذه فصول أنا استوحيتها من الفصل بالبسملة بين كل سورة وسورة. حديث كنا لا نعلم انتهاء السورة حتى تنزيلها بسم الله الرحمن الرحيم، على أحد قولين في أن بسم الله نزلت للفصل أو اختيرت من الصحابة للفصل تبركا بكتاب سليمان. هذا بحث البسملة يجيبنا إن شاء الله. هل هي آية في الفاتحة فقط أو من كل سورة؟ وهذا أضعفها، لأن هذا متفق على أنه ليس من كل سورة. هذا الفاتحة فيه الخلاف، هذا يجي هنا. أصحاب الكهف لا خلاف، أصحاب الكهف شو الكهف؟ المكيون والكوفيون عندهم بسم الله فاتحة في الفاتحة، والباقون مدني والشامي آية. ليش آية؟ هذه في الفاتحة. من الباقي في الأصل فيها أنها اختيرت للفصل وسميت سطر البسملة، وهكذا تكلم عثمان في حالة الجمع. ماشي؟ قيل له لماذا تركتم سطر البسملة بين الأنفال وبراءة؟ سطر البسملة معنى السطر كي تتسطروا تتميزوا بين صورة وصورة. هذه انتهت وهذه ستبتدئ. هذه إذن فصول، وسمى مفصل لكثرة فصوله هكذا في التاريخ. وفصول هنا أو لتقاربها بسم الله الرحمن الرحيم من القتال ولا من سورة الحجرات ولا إلى آخر الكتاب كثيرة فصولها. والصحافي المفصلين من القتال منجلي أنت ما الآخر. وفيه أوساط، في طوال وفي أوساط وفي قصار، من الضحى لآخر الختم قصار الشيء كثرة فصوله أي صوره مفصول بعضها من بعض. هذه الصور هذه الفصول سميت في الاصطلاح صورا، والقرآن هو من جملة من سماها في التحدي. قل فاتوا بسورة من مثله، وسماها نصا في قوله تعالى سورة أنزلناها صدر سورة النور، هذه سورة أنزلناها فرضناها. وكان الصحابة في إطلاقهم يعرفون يقول في سورة كذا ذكر كذا، وكان النبي يقرأ بسورة كذا وكذا. هذا محفوظ بتراجم. ومن معاني السورة أشياء ينبغي أن تحفظ. إذا قلنا بأنها الأصل فيها الهمز ثم أبدلت، وهذا يبدو ظاهرا، كانت أصلها السؤر ثم أبدلت على القياس فصارت سؤر همزة الساكنة قبلها ضم أبدلت واو على قاعدة البدل. هذه قياسية، هذه بدل. الحجازيون لم يكونوا يهمزون الوسط، هذا الفصيح عندهم. وتميم ومن معها ولا يهمزون. فكثر نزل القرآن على الفصحى فلم تهمز فيه في قول من الأقوال، في قراءة من القراءات المتواترة ما همزت. سؤر كيش نقرأ السورة في سورة أنزلناها ونقول فاتوا بسؤرة أبدا، هذا في المتواتر. فإذا كان أصلها الهمز ثم أبدلت تكون من السؤر الذي هو البقية أو الفضل. يقول هذا سؤر الشراب. السؤرة هكذا تأنيته لمعنى الوحدة أي القطعة، البقية متبقية. وهذا في إطلاقها على القرآن له معنى، لأن صوره هي فضل منه، فصل منه وفضل منه. أسأر إذا أبقى، أسأر هذا الشيء أبقى عليه، فهذه بقية منه. فكل صورة هي بقية دالة، بقية دالة. هذه كان شيء بقت فيه شي بقية، تقول لقيناه كان فيه شراب كذا من دلك، قال السؤر هذه البقية من ذلك الشراب الكلي. فكأن الصورة هي في حقيقتها الفضل الدال، فصل دال.
البقية. ولذلك وقع التحدي بالسورة لا بالآية الصحيح، بسورة مثله أو من مثله. وأقل صور الكتاب آية سورة الكوثر 3. بذلك يقع التحدي بسورة أقصر السورة وما في حكمها من 3 آي في موضوع متحد، يقع التحدي به. أو إنها لا أصل لها في الهمز، فتكون من السور الذي الأصل فيه هو الحائط، أي ما يحيط بالمساكن أو الدور، سور البلد. أو هي من السوار، وهو يرجع لمن الإحاطة، سوار اليد، أساورة من جاب، أسورة من جاب، اسمه السوار. السوار دملج، تقولون الدبليج هناك اللغة العربية دملج، وهو السوار الذي يكون في المعصم وهو فيه إحاطة. فكان الإحاطة يعني معنى ملاحظ في تسمية السورة سورة، أن لها مبدأ ومقطع، لها بداية ونهاية، ومترجمة باسم وتسمى كذا، لا اسم خاص. سورة الحج، سورة، قالوا في تعريفها طائفة من آي القرآن لا تقل عن 3، لا تقل عن 3 مترجمة توقيفا أو قد توقف، معنى عندها اسم أوقف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سورة البقرة، هذه سورة آل عمران، هذه النساء، فتكون من الإحاطة، وهذه باين فيها. أو تكون من السوار، وفي السوار جمال، وجمال هنا جمال معنى وجمال مبنى، ولكل سورة جماليتها. إن شاء الله يصل في الدراسة الفنية لصور الكتاب وبدائعه، ولو سورة من المعاني، وهذه إن شاء الله فإن لكل سورة موضوعا صميما وجواريا، وباقي ما تعرض إليه أو طرقه إنما هو مأخوذ مشتق أو منشق أو منبثق عن الصور، عن الموضوع الأكبر في الكتاب، في السورة. ويكون أيضا من السورة بمعنى المنزلة الرفيعة، وهذه أخذت من قول النبي الدبياني في مدح النعمان بن منذر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، هذا في مشهور من ضبطها، قيل سورة يعني غضب، سورة هيبة، سورة بالضم والمقدم في ضبط هذا الشعر، هذا ترى كل ملك دونها يتذبذب، سورة والمناسب للمكانة لا للغضب، ترى كل ملك دونها يتذبذب ويتهاوى. فعليه تكون السور منازل القرآن. القارئ يعني كانوا يقطعوا المسافة، مسافة العروج، منزلة فمنزلة، المنزلة الرفيعة منازل القرآن. إذا كانت له وقوف منازل القرآن فصوره هي منازل القرآن حقيقة الشيء، وكنا كلها موصوفة بمنازل رفيعة التي يستريح في نهايتها القارئ، في نهايتها السائر يستريح إلى معانيها وتمامها وما أبلغته من حقائق كبيرة في بابها. فالسورة إذن بهذا الاسم الذي له اشتقاقات المختلفة فيه تنبيه على الجمال من جهة، وعلى الإحاطة والتصوير من جهة، وعلى الارتفاع والعلو من جهة، منزلة الرفيعة، وعلى الانعطاف عندي. ما هو الانعطاف؟ هو أن أولها يرجع إلى آخرها، وهذا الذي ذكر علماء البداعة من أن مقاطع القرآن في مقاطع الصور ترجع إلى مطالعها. قلنا منه ينبغي العناية به غاية، لأنه يعين على دقة الموضوع. وهذا يجينا إن شاء الله بين يدي دخول في التعوج أو في أول صور الكتاب تنبيه على بطائق التعريف وما جرينا عليه فيها، وكيف نكتشف موضوع الصورة من عنوانها ومطلعها ومقطعها. هذا أساسيات في التقاط الموضوع، في الاهتداء إلى موضوع الصورة من المعينات عليه. ترجمة خصوصا إذا كانت توقيفية، ثم المطلع والمقطع لأنه ينعطفان، فنكتشف بهما
موضوع الكتاب، موضوع الصورة. واضح سيدنا؟ جات من السوار ومن السور. تعرفوا السور؟ السور تاع البلد ولا سور القرية وقصد أن السور ينتهي في الأخير إلى باب أو أبواب، وينتهي إلى باب كان مدخله صينا ومعروف كمدخل للمدينة. يقول دخل من باب القرية، من باب السور المعروف، باب المشهور للسور، فيعين به. ويكون الباب أيضا فيه تلتقي أول السور وآخر السور، فالانعطاف والتقابل بين المطالع والمقاطع ملحوظ في اسم سور، في اسم سور وفي اسم سوار. كل هذه المعاني سهل يمكن نلاحظها حتى ندير قيمة تسمية. الأسامي هنا تسمية لأشياء معجزة ببيانها، فلا بد أن نستجر منها كل ما يمكن أن يكون من المعاني. وعند ابن عاشور في تفسيره واحد الفصل مهم باغي لطالب التفسير يقرأ، وهو هل كل المعاني المحتملة مرادة لله في هذا الكتاب؟ ينبغي أن تتتبع سواء كانت أصلية أم تبعية، والتبعية درجات أم لا، مقصوده وظاهره والمقطوع به أو الغالب، وانتهى في الأخير إلى أن تكون المعاني المحتملة بشرطها مرادة لله في الكتاب. وهذا سر كونه بحرا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ويجيئنا عجبا، يزيدنا عجبا، بل إن العجب يقضى منه نظرا. انتهي العجب حين نجد الجملة القرآن السورة، والجملة من آية، والآية حجة، الآية علامة دالة على كمال المطلوب في بابه، والآية جماع أمور شاهدة على مصدر الوحي الجامع. جاء القوم بآياتهم جماعتهم، قال رب اجعل لي آية علامة على أن ما وعدت به من معجزة نجز. والآية ألا تكلم الناس، أن لا تستطيع أن تنطق نطقا صريحا، لأن أنا بدأت المعجزة سري في زوجك بإيجاد الولد. أتبنون بكل ريع آية، يعني بداعة، يعني بداعة بناء. آية كما تقول هذه بداعة في البناء، شيء بديع غاية. وهنا مشتقة من أي جامدة، وأي في باب الاستفهام لتمييز المتعدد بما يخصصه. مش واحد قرأت كتب تقول أي كتب خرج أو أي كتاب طلعت، أو ليجيبك بما يعينه ويخصصه. تكون مشتقة من جامد، والاشتقاق من جامد فصل في باب الاشتقاق. اشتقاق التأييد من اليد، وعاين من أصل العين، بالك وهذه اسمها جامد دوات. الآية جمل الكتاب دالة على صدق من تنزلت إليه، ودالة على خصوصيتها انفصالا مما قبلها وانفصالا عما بعدها بوجود فاصلة رأس آية. وهذا علم توقيفي أيضا، وفيه روايات محصورة عددت لنا أعداد الكتاب من العهد المدني الأول والثاني إلى العهد الكوفي والعهد المكي والعهد الشامي وفرعه العهد الحمصي، الأعداد الستة كلها أيضا برواياتها، فيها معظمها توقف بالنص وبقيتها ملحق بشرط الإلحاق. وفيها مصنفات خدمت هذا العلم وبينت غاية أهمها ما عندكم في النظم، نظمة الزهر في عد آي الصور، أو نظمة الزهر في عد آي الصور، الصور أي الصور موجودة وغير موجودة. وفيه البيان للإمام الداني رحمه الله الفاصل، وفيها ما كتبه مؤخرا سيدنا القاضي في نفائس البيان في عد آي القرآن، ومن خصوصيته ذكره للعد الحمصي الذي هو فرعون عن العد الشامي.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتينا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، والوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين في الملأ الاعلى الى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، واغفر لهم ماضيهم من حقك، واغفر لنا ماضينا من حقوقهم. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، استغفرك ونتوب اليك. اللهم رفقا بعبادك ولطفا باوليائك وعناية بأهل ولايتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.